أود أن الناس تتحدث عن السلاسة التي جرى بها نقل السلطة في المملكة العربية السعودية. هل نستمع منك عن الطريقة التي يتم نقل السلطة بها بهذه السلاسة التي تضمن أمن واستقرار للمملكة؟ تاريخيا معروف انه في كل المرات اللي ينتقل فيها الملك الى رفيق الاعلى هناك ولي عهد مسمى من قبل الملك الراحل. نعم. هذه التسمية في الغالب تتم ايضا بتوافق من العائلة المالكة. نعم. فيعني يكون في اثناء الملك ولي العهد يكون قد تمرس على كافة اعمال الحكم، ولا تغدو هناك مشكلة، لانه معروف سلفا انه من هو الملك القادم، وفي السنوات الاخيرة صارت الامور اكثر من ذلك، معروف من الشخص الذي يليه. نعم. كما كان الحال اثناء عهد الملك عبد الله، كان معروف من هو ولي العهد ومن هو ولي العهد. نعم. وهذه البداية اللي بدأها الملك عبد الله ايضا تسهم في تحقيق استقرار اكبر في المملكة. فنعرف اليوم توفى جلالة خادم الحرمين الشريفين، وتعين الملك الامير سلمان ملكا لانه كان ولي العهد، وحدد سمو الامير محمد بن نايف ولي العهد، اما لانه مقرن محدد سلفا انه هو الشخص الذي يلي سلمان. فهذه الثلاثة هي التي ضمنت استقرار الحكم في عهد سعود وفيصل والملك خالد وفهد واخي الملك عبد الله. الملك الستة. لا يتوقع ابناء الشعب السعودي ومن خبروا السياسة السعودية ان تكون هناك اشكالية في اي انتقال للسلطة. اسألك دكتور عن صلاحيات هيئة البيعة التي انشأها قبل ذلك خادم الحرمين الشريفين المغفور له الملك عبد الله بن عبد العزيز. هيئة البيعة انشأت لتمارس دورها بعد الملك عبد الله، يعني حتى كان في نص في نفس المرسوم الملكي انها تمارس دورها بعد الملك عبد الله. ونحن نعرف انه هيئة البيعة هي من يعني من ابناء الملك عبد العزيز وبعض الاحفاد. وفي الغالب يعني لا يتم الاعلان عن اجتماعها، يعني يكفي ان هي العائلة المالكة. نعم. فالبارح لم يعلن شيء عن هيئة البيعة، لكنه مؤكد اعلان بيعة العائلة المالكة للامير سلمان حكما، يعني انه الاعضاء هيئة البيعة كانوا متفقين